السلام عليكم يا جماعة، ايه الأخبار؟ يا رب تكونوا دايما بخير إن شاء الله. إن شاء الله معانا النهاردة حلقة جديدة وحلقة مهمة من قناتكم، قناة المزرعة. زي ما عودناكم دايما بنقدم لكم كل حاجة من أرض الواقع، كل حاجة عملي، ما بنضلش في حاجة، ما بنقولش حاجة وخلاص. فإن شاء الله معانا النهاردة دراسة جدوى. طبعا انا ما بحبش اعمل دراسات الجدوى، لان زي ما كلنا عارفين كل يوم الحاجة بسعر، كل يوم الخامات بسعر، كل يوم العجل بسعر. فان شاء الله ففي ناس طلبتها مني كتير، عايزين دراسة جدوى 5 عجول، عايزين دراسة جدوى 5 عجول. فطبعا انا تحت امر المتابعين بتوعي، لان خاطر المتابعين دولت انا مش بعتبرهم متابعين، لا انا بعتبرهم اصحاب القناة. لان فعلا هو الواحد ملوش لازمه من غيرهم، وانا بقعد بنزل الحاجه حضرتك انت بتتفرج عليا، بتدعمني بلايك، بتدعمني بتعليق، بتدعمني باشتراك. ده اللي بيخلي الواحد يطور من نفسه ويحدث من نفسه ويتعلم ويعمل ده كله. فان شاء الله احنا النهارده معانا دراسه جدوى 5 عجول صغيرين، 5 عجول من عمر يوم. فقبل ما نخش في الموضوع ما تنساش تشترك في القناة وتصلي على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. ويلا بينا نبدأ. في الأول قبل ما أقولك دراسة الجدوى عايز أقولك حاجة مهمة. موضوع العجول الصغيرة أو موضوع العجول اللي بترضع محتاجة خبرة، محتاجة يكون بالك طويل. لو حضرتك ما عندكش خبرة، لو حضرتك ما عندكش مكان متهوي، لو حضرتك ما عندكش مكان نظيف، لو حضرتك أول مرة تربي، لو حضرتك ما احتكتش في المجال الحيواني، ما تبدأش المشروع ده. شوف أنا بقولها لك إزاي، ما تخشش في المشروع ده. الموضوع ده جميل، الموضوع ده إن شاء الله في لقمة عيش مربح، بس محتاج خبرة زي ما قلنا. محتاج تعرف تعالج الإسهال ازاي، محتاج تعرف تعالج الالتهابات الرئوية ازاي. بص من الآخر كده، العجل ده كأنه طفل عندك في المكان. في طفل صغير موجود، انت عدادي وترضع وتلبس كادلس وتلبس مش عارف ايه. فهي مش بالطريقة كده بالظبط، بس هو العجل الصغير محتاج عناية، محتاج عناية شوية. طيب انت لو حضرتك عندك خبرة وربيت وفاهم في الدنيا، انت ان شاء الله تعرف تظبط المكان. فانا ايه، دي حاجة حبيت اللي انا اقولها لحضرتك عشان خاطر في ناس بتيجي تبدأ ولو حضرتك عايز تبدأ ما تبدأش بعدد كبير. ليه؟ اتعلم الاول، اتعلم الاول، شوف دكتور، شوف نفسك، شوف نفسك هتعمل ايه، شوف نفسك هتاخد جو العجول ولا لا. طبعا انا العجول ديت انا شغال فيها بقالي فتره. العجول الصغيره دي بجيبها من عمر يوم. ويا جماعه عمر يوم رضع السرسوب، عشان خاطر هنتكلم برضو في الموضوع ده. العجول ديت بتبقى رضع السرسوب. العجول، طب هل انا ما ماتش من عندي عجول؟ انا ميت عندي عجول كتير. طبعا العلام مش ببلاش. طيب عشان ما نطولش على حضراتكم، وانا مش جاي اضيع لك وقتك، انا جاي افيدك بمعلومه. ما عندكش خبره ما تبداش في المشروع ده غير لما تسال حد او تسال حد مختص. طيب سعر العجل النهارده كام؟ او انا هجيب ال5 عجول دولت بكام وهيكسبوا معايا كام؟ طبعا دي كلها حاجات ان شاء الله هنعرفها واحده واحده كده. طيب سعر العجل النهارده ان شاء الله، العجل الهولشتاين سعره 15000، اللي هو ايه، اللي هو عمر يوم. سعر العجل الواحد 15000. هتقول لي مفيش الكلام ده، انا ان شاء الله بفضل الله اقدر اوفره لك بالسعر ده. انا ما عنديش مكان، بس انا في مكان جنب مني في مزرعة كبيرة بتبيع بالسعر ده. العجل هيقف عليه ب15000. طيب لو قلنا الخمسة في ال15000 يبقى احنا معانا 75000. ادي سعر العجول. تمام تمام. طيب العجل العمر يوم ده بيبقى رضع السرسوب. انت اصلا لو هتجيب عجل مش رضع السرسوب ما تشيلوش من مكانه. ليه؟ لان السرسوب ده هو مناعة العجل. العجل معايا لو مش رضع سرسوب يبقى ملوش لازمة. العجل معايا لو ما خدش السرسوب مظبوط يبقى ملوش لازمة. طب هل اللي هو عمر يوم ده مش رضع السرسوب؟ يا جماعة العمر يوم ده عشان بس تبقى النقطة واصلة، يعني لو هو اتولد النهاردة، اليوم اللي هو اتولد فيه ده ما بيتحسبش، بيبقى من بكرة. يعني ايه العمر يوم ده من بكرة؟ يعني ايه، هو اول ما يتولد اصلا بياخد في الشركات والمزارع ديت بياخد 4 كيلو سرسوب
اجباري بياخدهم ازاي؟ بياخدهم بخرطوم في بقه على طول كده. العجل اصلا ما بيشوفش امه، ما فيش امه بتلحسه، ما فيش بيرضع امه، ما فيش الكلام ده. هو العجل اول ما بيتولد بيتشال يتعزل، امه بتخش على المحلب على المكنه تتحلب، ما بيشوفش امه نهائي. فالعجل لازم يكون رادع السرسوب، ما ينفعش عجل يطلع، او ما ينفعش عجل مش هيعيش، ما فيش عجل مش رادع السرسوب بيعيش اصلا. عشان دي حاجه تبقى انت حاططها في دماغك. يبقى قلنا الخمس عجول سعرهم، قلنا سعر العجل 15,000. الخمسة بكام؟ الخمسة ب75,000. طيب العجول ديت أنا هفطمها على كام يوم، أو أنا هفطمها على قد إيه؟ العجول ديت أنا هفطمها على 3 شهور. ال3 شهور اللي هم كام؟ اللي هم 90 يوم. طيب ال90 يوم ده أنا هديله متوسط في اليوم، هديله متوسط في اليوم كام لتر لبن؟ أنا الطريقة ديت اشتغلت بيها وطلعت بيها عجول. العجل متوسط هديله 4 كيلو لبن في اليوم، 2 كيلو الصبح و2 كيلو اخر النهار. طبعا هو اول ما يجي انا مش هديله 2 كيلو الصبح، انا في الاول كده هبدا معاه بكيلو، بكيلو الا ربع، وابدا ازود له تدريجي. طيب العجل بعد عمر شهر او عمر شهر ونص، انت لو عطيت له 10 كيلو لبن ولا 15 كيلو لبن هيشربهم، مش هيقول لك لا. بس طبعا ده هيدخلك في اسهال، ويدخلك كتر اللبن يا جماعه بيزود الاسهال. طيب يبقى خلينا قلنا العجل متوسطه 4 كيلو لبن. لو قلنا ال90 يوم دول بكام؟ لو قلنا ال90 يوم، ال90 يوم اللي هم ال3 شهور، هياخد معايا كام كيلو؟ هياخد معايا 4 كيلو لبن في اليوم. يعني العجل هيصرف معايا حوالي متوسط، لو قلنا 5400 جنيه في اللبن بتاعه كله. يا عم هنقوله 5000 ونص. 5000 ونص مصاريف العجل لبن بس. طيب هل انا هعتمد على اللبن بس وهعتمد على 4 كيلو لبن بس؟ لا طبعا مفيش الكلام ده. انا طبعا لازم احط للعجل علفة فطام. العلفة فطام ديت بقى هي ايه؟ دي اللي هتعوض لو انا مثلا منقص له كيلو في اللبن، او انا منقص له حاجه في اللبن، ديت اللي هتعوض لي اللبن بتاعه. طيب العلفة فطام ده عباره عن ايه؟ العلفة فطام دي عباره عن علف بادي عجول، مش بادي فراخ، بادي عجول. البروتين 18% او 21%، يعني من فوق 18%. طيب العلف ده زي ما قلنا هو اللي هيعوض لي كمية اللبن. طيب انا اشتغلت بالكلام ده عن تجربة، ما خدش غير 4 كيلو في اليوم، 2 الصبح و2 اخر النهار، بس العلف كان موجود قدامه ال 24 ساعة. انا فاطم العجل ما شاء الله 3 شهور، والكلام ده في فيديوهات موجودة على القناة دي. 3 شهور اللي هو 90 يوم، العجل كان 100 كيلو بالظبط، 100 كيلو بالظبط. فعشان ما اطولش على حضرتك وعشان ما اطولش على حضراتكم برضه، هنقول لو قلنا العجل هيصرف معانا، قلنا هيصرف 15,000 تمن العجل، وهيصرف معانا العجل يا عم هنقول العلف واللبن ولو احتاج حاجة للإسهال ولا أي حاجة، هنحط للعجل 7000 جنيه. 7000 جنيه مصروف. هيبقى معانا كده العجل واقف بكام؟ العجل واقف ب22,000. يا عم هنقول العجل واقف ب23,000 علينا، ادي 1000 جنيه زيادة ايه؟ تحسبا لأي حاجة. يبقى العجل واقف عليا لحد لما يتفطم بكام؟ ب23,000. طيب أنا هبيع العجل، لو العجل 100 كيلو، أنا شاري عجل 5، وزنته على الميزان يوم ما جبته 75 كيلو، 75 كيلو عجل خليط، شاريه ب27,000. 75 كيلو، ما بالك بقى لو عجل 100 كيلو؟ انت يا عم لو قلنا بس العجل انا هبيعه ب27,000 او 28,000، ال100 كيلو مش شوية على عجل مفطوم. يبقى انا مكسبي في العجل متوسط 3000 جنيه. ممكن تكسب 3، ممكن تكسب 4، ممكن تكسب 5، حسب ايه؟ حسب تسير ربنا وحسب توفيق ربنا. بس طبعا يا جماعة الموضوع ما بيتحسبش كده، ده طبعا بالورقة والقلم، لكن كله في الاول وفي الاخر بيبقى توفيق ربنا. كله في الاول وفي الاخر بتبقى بتاخد بالاسباب، انت بتعمل اللي عليك والباقي على ربنا. ولا انا اضمن لك ولا اي حد في الدنيا يقدر يضمن لك ان العجل ده يعيش، العجل ده يحصل له اي حاجة. فطبعا زي ما قلت لك في اول الفيديو، لازم حضرتك يبقى عندك دراية، يبقى عندك خلفية، انت عارف هتربي العجل ده ازاي، عارف لو العجل ده جاله اسهال. طبعا في فيديوهات على القناة ازاي تعالج الاسهال.
الموضوع طبعا مربح، الموضوع طبعا كويس، الموضوع طبعا الدورة قصيرة، يعني انت 3 شهور الناس بتحب الموضوع ده في ايه، في خلال 3 شهور عايز تطلع ممكن تطلع، عايز تكمل عندك وتسمن ممكن تكمل عندك وتسمن، عايز تبيع مثلا وزن 200 كيلو ممكن تبيع 200 كيلو، فانت معاك كذا ايه، معاك كذا فئة اللي انت تبيع فيها. والموضوع ده يبقى احلى اكتر ويبقى اجمل اكتر لو انت عندك مثلا بقرتين حلاب او عندك بقرة حلاب كويسة كده وانت جبت تحت منها العجول. طبعا بدل ما تبيع اللبن ب15 جنيه والكلام ده كله، انت هتحمل العجول على البقر دي. ان شاء الله الموضوع ده فعلا يبقى فيه لقمة عيش حلوة. بس طبعا بنكرر وبنعيدها تاني، ما عندكش خلفية وما عندكش خبرة وما عندكش امكانية، ما تخشش في موضوع العجول الصغيرة ديت يا جماعة، عشان خاطر ما تخسرش فلوسك وما تخسرش تعبك وتيجي تخسر وتقول الانتاج الحيواني بيخسر والانتاج الحيواني مش عارف ايه وايه. العجول الصغيرة محتاجة عناية، محتاجة عناية شديدة، بتحتاج الواحد يهتم بيها عن اي حاجة تاني. فقلنا متوسط العجل معانا، قلنا متوسط مكسب العجل 3000 جنيه، قلنا ممكن يكسب اكتر من كده ان شاء الله حسب تسهيل ربنا، ان شاء الله مفيش اقل من كده. العجول الهولشتاين بتتفطم على الثلاث شهور 100 كيلو، انا فاطم 100 و105، اقل عجل فطمته على الثلاث شهور كان 95 كيلو. بس في نصيحة وفي حاجة هقولها لك، عايز تجيب عجول صغيرة وعجول سواء عمر يوم عمر اسبوع عمر 10 ايام، ما تجيبش عجول في الصيف، حاول تفادي الصيف. طبعا في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي احنا دلوقتي داخلين على شتاء والدنيا تمام مفيش اي حاجه، لكن الشهرين اللي عدوا اللي هو شهر 7 وشهر 8 انا عن نفسي ميت من عندي عجل. وبرضه في فيديوهات على القناه نازله. ليه؟ لان الصيف فيه احتباس حراري، درجه الرطوبه بتبقى عاليه، يعني انا كنت مركب له مروحه كنت مظبط له المكان، بس الجو ذات نفسه تحس ان الاكسجين مش موجود في المكان. فالعجول ده واللي انا اتعلمته، العجول ديت ما تجيبهاش في الصيف، العجول ديت في الشتاء انت بتعرف تدفيه، بتعرف تظبط، بتعرف تقفل لها شباك، بتعرف تقفل لها باب، بتعرف تظبط لها درجه حراره الاوضه. ممكن تحط لها حاجه من اللي هي بتتحط على ظهرها ديت. ففي الشتاء بتعرف تظبط لها الدنيا، لكن في الصيف ما بتعرفش تعمل لها حاجه. والعجول ديت لو رشيت عليها ميه في الصيف عوض ربنا. العجول الصغيره بالذات، العجول الصغيره ممنوع منعا باتا يجي عليها ميه. فعشان ما اطولش على حضراتكم، ديت كانت ايه، كانت دراسة جدوى برضو، مش دراسة جدوى لوحدها، دراسة جدوى تعتبر بمعلومات عشان خاطر ان شاء الله تستفاد وان شاء الله ربنا يكرمك والله يصلح حالنا وحالكم وحال كل الناس. ولو انت وصلت لحد هنا ما تنساش تصلي على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، وتسيب لنا تعليق حلو كده زي حالاتك. السلام عليكم.